الشعبي الحميني. وجدت من فضل الله سبحانه على أني أحسنت عملا في 3 الأنماط. ما شاء الله. هذا كنت أعتقد هكذا بيني وبين نفسي، لكن عندما جاء من درسوا الأعمال قالوا على أنه لا يدرون أي نمط يفضلونه على الآخر لأنه كله جيد. فحمدت الله كثيرا. نعم. ما سر نجاح الشاعر الكبير حسن عبد الله الشرفي؟ هل هي الملكة الشعرية الفطرية أم أنك أضفت إليها بعض اللمحات بعض الاجتهادات حتى وصلت إلى هذه المرحلة؟ هو حقيقة الإنسان كل إنسان شاعر، كل إنسان شاعر، الذي يكتب الشعر أو الذي يتلقى الشعر. الفرق بين هذا وذاك على أن هذا يستطيع أن يعبر كتابة وهذا يستطيع التعبير ذهنيا بالتلقي. تمام. أنا حفظت كثير من النصوص وكتبت كثيرا ومزقت كثيرا. تمام. حتى وصلت إلى المرحلة التي قيل أنها جيدة. أنا اجتهدت، أنا سهرت، أنا تعبت مع القصيدة، أنا جعلتها شغل الشاغل. أنا الآن في عمري الآن في 72. إذا كانت علاقتي مع الشعر 55 سنة، تمام، فأعتقد أنها كافية. الإنسان يراجع حسابه مع ما أنتج وكيف بدأ. لا أدري كيف في بعض الحالات أقرأ قصائد ما قبل 30 سنة فأجدها أرق وأعذب من ما كتبته الآن. ما هي الحكاية؟ الحكاية أن هناك موهبة جاهزة وهناك حس شعري متوفر. عرفت؟ الشعر تعب، الشعر مغامرة، الشعر تعب لذيذ، الشعر إبحار في المجهول إلى المجهول أحيانا. لكن الشاعر عليه أن يحترم نفسه، ويحترم نفسه كيف؟ لا يكتب وهو كسر، لا يكتب وهو متشنج، لا يكتب وهو متحامل على أحد، يكتب النص مجردا للقضية نفسها للهم الواحد. فهنا لابد أن يكون الإبداع نصيب. هل الشاعر حسن عبد الله الشرفي من ضمن الذين يؤمنون بأن للشعر رسالة أم فقط يكتبون مجرد الأحاسيس حتى وإن خرجت عن الباب؟ لا. الشعر أولا موقف، ثم الشعر رسالة. إذا لم يكن الشعر موقفا ويكون الشعر رسالة فما الفائدة في تضييع 55 سنة من العمر؟ طبعا أنت لابد أن تهتم على الشاعر أن لا يغفل وجدانياته، أن لا يغفل مشاعره، أن لا يغفل همه الخاص، مثلا حب وغير، في الحب وغير الحب، في الوطن وغير الوطن، في علاقته بالآخر، في الجانب الاجتماعي، في الجانب السياسي. صنفني بعض الإخوان وبعض النقاد على أنني شاعر سياسي. أنا أرفض أن أكون شاعرا سياسيا مجردا بالحرف المجرد. أنا مواطن صالح لي حقوق وعلي حقوق وعلي واجبات. في هذا الجانب لا يجوز أن يصنف الشاعر أنه سياسي إذا كان بيشير إلى اختلالات هنا أو هناك، أو يطالب الوطن بحقوق من هنا وهناك. هو شاعر، هو وطن، وللمواطن حق، لي حق في المال العام الذي لم أحصل على شيء منه، لا أنا ولا أنتم في معظم الحالات. لكن يكفي أن الإنسان خلق حرا وعليه أن يعيش حرا لشعره، في شعره، في أدبه، في علاقته بالآخر، وأن لا يحمل ضغينة على أحد، لا سائسا ولا مسوسا. يخلص للشعر. أنا أقول كما قلت، أخلصت للعملية الإبداعية ووصلت إلى ما وصلت إليه. أنا قلت أن هناك 8 رسائل ماجستير. كانت هناك رسالتان في الطريق لو لم تأتي الحرب. تمام. من رسالة ماجستير من رسالة ماجستير من حديدة. كانت لو كانت الأمور هادئة كانت الماجستير قد وصلت إلى 10. ثم في الطريق كانت رسالة دكتوراه، وأحمد الله. ما شاء الله.
ما رأيك بالوسط الشعري الموجود حاليا في اليمن وأيضا في الوطن العربي؟ هل هنالك نمو؟ هل هنالك ركود؟ كيف تقيم الوضع حاليا؟ يا سيدي، المواطن العربي في المشرق والمغرب في كل الوطن العربي مشغول بهمومه الخاصة، وإذا كان برز رجال في الشعر فهو لأنهم تغلبوا على الصعاب. أدلل على ذلك بما هو موجود في بلاد